وبتبدأ قوة أنج تبان، وبتظهر مخالب وحش وجسم وحش، وبتنفجر الطاقة من كل مكان لدرجة إن هما أول ما شافوا الهالة ماتوا. أنا صاحب الثمانية أجنحة الوحيد والأوحد، أقوى وحش ذو نواة حمراء، ملكك. وعند الوحش بيقول ثم ثمانية أجنحة. رحب بيا، أنت قسمي، أنت الملك الأحمر المجنح. في الجزء الأول شفنا إزاي أنج كان أقوى بطل في عالم البشر، وإنه مات لما كان في قتال ضد ملك الوحوش، ووقتها بينتقل للمستقبل بعد 60 سنة في جسم ولد ضعيف. ولكن كانت المفاجأة إن ملك الوحوش في نفس الجسد بتاع الولد الضعيف. وطبعا مش عايزة أقول لكم إيه اللي هيحصل، أكيد حاجة جامدة جدا. وقبل ما نبدأ الفيديو، شكرا ليكم على كلامكم الحلو، وهو اللي شجعني إني أنزل الجزء الثاني. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتصلوا على النبي محمد. ويلا بقى نبدأ. وبعد كده بيقول الحكم انتهى الاختبار، وان تم تجهيز الموقع، ويدخل الفريق التاني. والفريق التاني بيكون فريق أنج، وبيبدأ كله يستهزأ بأنج، وبيقول ان الفريق ده موجود فيه أنج. وعند فريق أنج بيقول أنج ان دلوقتي جه دورنا، وفجأة حد بياخد الإزازة من ايده، وأنج بيلاقي ان الإزازة اتسرقت، وبتكون البنت هي اللي سرقتها، وبتقول لهم اتبعوني لو قدرتوا انكم تجيبوا سرعتي. وأنج بيكون متعصب منها، وبيقول ان البنت دي بتحب التظاهر حتى في الوقت ده، وبيبدأ كل يجري وبتنط وبتحط الإزازة. وبتكون القائدة التانية فرحانة بيها، وبتقول انها بتستخدم نواة مختلفة، ولكن سرعتها ما تقلش عن استخدام نواة زرقاء. هو ده أساس عائلة فنون القتال. وعند البنت بيهجم عليها 3 وحوش، وأنج بيزعق بسرعة وبيقول لصاحبه انه يتقدم، وبينفذ كلامه وبيستخدم قوته وبينط وبيوصل عندها، وبيبدأ في تفعيل قوته وبيعمل حاجز، وده اللي بيخلي الوحوش ما يقدروش يضربوه ولا يأذوه. وبيفرح المدرب بيه، وبيقول ان الولد ده جيد في استخدام قوة النواة. وأنج بيبدأ يديلهم تعليمات، وبيقول لهم اقتلوهم واحد واحد، وبيأمر البنت ليو وبتقول له انها تعمل كلامه. وبيبدأوا يهجموا على الوحوش، وكل واحد بيستخدم قوته وقوة النواة اللي بيستخدمها، وفعلا بتنفذ كلامه، وبتقتل الوحش في ثواني، وبتقطع شرايح ولا كأنه شاورما. وعند صاحب أنج بيضرب الوحش، واللي بيوديه بعيد، وبروح للقائد الأول اللي بيقول إن الاتنين دول بيعملوا بتناغم. خاصة تلك الفتاة إنها ريكاش الذي لا تبتسم، وإن قوة النواة الزرقاء جعل جسدها أكثر تناغم. وبروح للريكاش الذي لا تبتسم، وبتضرب الوحش وبتستخدم قوتها، واللي حرفيا بتفجره، وكله ده في ثانية واحدة. إنها فعلا قوة الريكاش الذي لا تبتسم، الذي تدعى بعائلة فنون القتال الأقوى في المنطقة. وعند أنج بيكون بيقاتل وحش، وبيقول إن في 3 نقط ضعف لازم إن أنا أضربهم في الأول. أول حاجة العنق، تاني حاجة الصدر، وتالت حاجة البطن. وبعد ما بيضربوا الضربة التالتة حرفيا الوحش بيموت في ثواني. وبيقول أنج إن القوة المتفجرة لهذا الجسم النحيف والضعيف محدودة فعلا، وإنه يغتنم الفرصة دي لاختبار قدرة هذا الجسد. وبيهجم على الوحش بسرعة جبارة، والوحش بيهجم عليه، ولكن أنج بيتفادى ضربته وبيزرع قنبلة فيه، وبيقول إن سرعة ردة فعلته مش كافية، وبيضرب الوحش برجله، ولكن أنج برضه بيتفادى ضربته وبيمسك السكينة وبيطعنه فيها، والوحش بيضرب أنج، وأنج بيكون هيقع في الأرض. بينط وبيمسك السكينة وبيسيبه، وبيقول إن انفجار القوة ليس بقوة كافية، وكله بيكون مصدوم منه، وبيقول إن هو بيتلاعب مع الوحش. وريكاش الذي لا تبتسم بتقول إنه بيسرق الأضواء مني. والقائدة التانية بتقول هو مين الولد الضعيف ده؟ هالته مش كافية. بيرد القائد الأول وبيقول لها مش هالته بس، لا ده كمان تحركاته متمرسة. وعند أنج بيقول إن استنتج حاجة، وإن الجسد ده مش هيقدر يستخدم مهارة واحدة من حياته السابقة، وكمان نفسه هيخلص بسهولة بعد التحرك لفترة. وكمجمل ده حاجة سيئة جدا. وبيقول أنج إن الاختبار انتهى والآن حان وقت قتلك، ولكن فجأة بتطلع حاجة من النص، وأنج بيقع، وبتكون دي جذور، وكلهم بينصدموا، وحاجة بتطلع من الأرض. وهنا كانت الصدمة إن ده وحش بجناح. والقائد التالت بينصدم وبيعلي صوته وبيقول إن ده وحش مجنح، وكله بيبدأ يجري وهم خايفين، والقادة بيبدأوا يتحركوا. وعند الوحش بيقول بشوي انت عندك هالة وحش، بشوي لديه هالة وحش لا يكون بينكم. وكله بيكون خايف، وبيقولوا انه ده وحش مجنح، والوحوش العادية ليست شيء بجانبه. وبتقول البنت انا حاسة انه يتم تمزيقي في لحظة. والوحش بيبدأ يروح لأنج، وبيقول أنج ان الجسد ده مش ند الوحش ابدا، وان دي المرة الاولى اللي هحس بيها امام الوحوش المجنحة. وبيقول الوحش مش مهم، انا هجلبكم كلكم جميعا معي. وبيبدأ يطلع خيوط من ايده واللي بينومهم، وبيقعوا كلهم على الارض.
وبيزعق القائد الأول وبيقول أنت ما تجوعش على المساس بهم، وبيبدأ الوحش يضحك وبيطلع خشب كتير وبيختفي ببطن الأرض. وبتقول القائدة التانية إنه أخذ المحاربين الأربعة، وبيقول القائد الأول إننا لازم نطارده. وعند المحاربين بيقولوا إنه وصل لهنا واختفى الأثر. وبتقول المحاربة التانية هو لقي وحش مجنح لهنا، وإن القائد التالت مسح المنطقة كلها مرارا وتكرارا وما كانش مهمل أبدا في الأمر ده. وبيجي لهم القائد التالت وبيقول لهم هما فين الأطفال؟ انتوا ليه وقفتوا؟ يلا نستمر في المطاردة. بيقول له صاحبه اهدى يا راجل، الأثر توقف هنا. وبتقول له القائدة التانية يبدو إن الوحش المجنح بدأ بالغوص أعمق في الحتة دي، وإن مش من الحكمة بالنسبة لينا إننا نتعمق في البحث في منطقة غير مستكشفة. وبيمسك ايده على الأرض وبيفتكر أخوه اللي قتله الوحش، وبيضرب الأرض بكل قوته وبيزعق وهو بيقول كله ده خطأي، أنا ما تأكدتش من الأمر كويس. بيقول له القائد الأول خلينا نرجع الأول، وفي خبر إن المدينة أصبحت في حالة من الفوضى. وبتقول له القائدة التانية إننا التلاتة ما ينفعش نغيب، وبعد كده هنرسل فريق للاستكشاف لإجراء مسح شامل حول المدينة علشان نتأكد من عدم وجود وحوش مجنحة. وبتمسكه وهي بتقول له يا تانغ الوضع الحالي شيء لا نريد جميعا حدوثه، ولكن إحنا بحاجة إننا نتمالك أنفسنا. أنا فاهمة إنك حاسس بالضيق. بيبعد إيدها وبيقول لها عود أنت الأول، أنا هلقي نظرة بعد كده أجي. فبتقول له إنه يتأكد من العودة قبل غروب الشمس، وبيقول لها انه هيعمل كده. وبتقول له القائدة التانية انت عارف ان احنا مش هنقدر نقنعه. فبيقول لها انه عارف، وان اختطف الوحش اخوه الصغير في الوقت ده، وكان حاسس بالندم الشديد والقى اللوم على نفسه. فبتقول له ان لو اخوه الصغير لسه عايش فهيكون في عمر الاطفال دول. وعند انج بيصحى وبيقول هو انا فين؟ تحت الارض. وبيقول ان يبدو كده ان الجميع لسه عايشين. استيقظت. وبينصدم انج وبيقول ده وحش مجنح. كما هو متوقع، لقد استيقظت أسرع من البقية. أنت مختلف، أنا فضولي جدا جدا. وبيضرب أنج وبيمسكه من راسه. أنت اللي ريحتك زي ريحتنا، وكيف يمكن لهذا البشري لديه هالة وحش واللي أقوى مني؟ بيقول أنج إيه الهواء اللي أنت بتقوله؟ وبيستخدم قوته وبيفك الحبل وبيضربه، ولكن الوحش بيتفادى ضربته. وبيبدأ الوحش يستخدم قوته وبيقول له إنه حيوي، وأنج بينط وبيبعد. وبيقول أنج إن دي لو كانت حياتي السابقة أنا كنت أقدر أقطع راسه قبل ما يتكلم أصلا. أنا لازم أنقذ التلاتة دول. وبيهجم عليه بأقصى سرعة، وبيقول إنه وحش من نواة حمراء عنده أشقة عالية مع مفاصل لينة لردود الفعل والهجمات الفائقة، ولكن حقيقة المفاصل دي تفتقر للحماية، فده بيدعم قوتها وبيزيد من ضعفها برضه. هذا غير مجدي. وبيدخل إيده جوه أنج وبيقول أنج هي دي الطريقة الوحيدة لخلق فرصة لإيجاد نقطة ضعفه إنها مفاصله. وبيمسك ايده وبيقطعها وبيقول انه هيفصلها، والوحش بيتألم. وبيقول له انج ما تقلقش من شغني يا وغد، لقد قتلت الملايين منكم. وبيضربوا الوحش. بيتأذي انج وبيقع جنب الحيطة وبيكون مرمي على الارض. وبيقول له الوحش انت عارف بنقاط ضعفي، ولكن انا من نوع الخشبي، نواتي حمراء خشبية، في لحظة يمكنني التعافي. بيقول انج شفاء؟ هما مش الوحوش بتوعت النوع الخضراء فقط من يمكنهم الشفاء، هو قال نوع خشبي هي اتطورت الوحوش في النصف القرن الماضي. وبيقول له الوحش انت ما عندكش رؤية كافية كبيرة. وبيسحبه بصباعه وبيقول له تعالى، وبيمسكه من راسه. وبيقول انج هو اتصابت اعضاء الحيوية لهذا التنفس اصبح مؤلم، لقد عدت لتوي والان سوف اموت، سيموتون ايضا مثل حياتي السابقة، كان كل من حولي سيموتون بجانبي، انا اسف يا رفاق لن اتوسل لهذا الوغد. وبيقول الوحش هو مات، يا له من بشري ضعيف، هو انا هتطور لو قتلته ساقوم بالتهامه. وفجأة بيسمع صوت غريب انت هتلتهمني؟ لا يجب ان تموت والا ستفشل الخطة. وبتنكسر النواة الحمراء. انا معرفش ان اخر جزء من قوتي هستخدمها هنا. وبيقول الوحش الهالة دي مرعبة، دي 5 أجنحة، لا دي 6. وبتبدأ قوة أنج تبان، وبتظهر مخالب وحش وجسم وحش، وبتنفجر الطاقة من كل مكان لدرجة ان هما اول ما شافوا الهالة ماتوا. انا صاحب 8 أجنحة، الوحيد والاوحد، اقوى وحش ذو نواة حمراء، ملكك. وعند الوحش بيقول ثم 8 أجنحة. رحب بيا، انت قسمي، انت الملك الاحمر المجنح.